انا نظن راه فرحان، وانني فرحان بزاف بزاف بزاف. والله الفرحه اللي راني فرحانها ما تتقدر، والله الفرحه اللي راني فرحانها ما تتقدر. هذه حيه والله ما سهله، هذه حيه والله ما سهله يا جماعه. شي نهار تخلص عليها الدراهم والله ما تجيك هاك. رانا فرحانين بكم بزاف، راهم فيها احباب والدينا، راهم فيها احبابنا، راهم فيها خوتنا، راهم فيها الخيانه، راهم فيها الطلبه، راهم فيها المشايخ، الله استغفر الله، راهم فيها العلماء، راهم فيها المحبين. والله كاين واحد الناس هنا والله ما يحيلوا في الماكله كاع، والله ما يجيب عليها بالك في دارهم ما يسحق، ولكن جابتهم محبه الصالحين وجابتهم محبتنا مع بعضنا بعض. أكل طعامنا الأبرار وصلت علينا الملائكة وذكرنا الله في من عنده. يعجز اللسان، يعجز اللسان على الناس اللي راهم هنا، ومين راهم بلي كيلومترات. أبعد واحد فيهم وهو الحاج جمال تاع العطاف، الثاني وهو الحاج محمد الفيتنام، معروف بالفيتنام، الحاج جلالي حاشي المردوم، رشيد سي رشيد بوغازي، هذو صحاب العنف يا جماعة. محمد تاع السوافلية، الحاج التونسي مازونة، الهواري وهران. الناس هذو جاو للصالحين وراهم دايرين خير. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول الخير بين نواصيها الخير. شيخنا والعلامة سيدي محمد قابورة يقول الخيمة اللي فيها حصان العربي الأصيل رزقها ما يضيعش. وهذو أصحاب الخير عندهم ناس محبين. شكون المحبين؟ هذا الناس اللي راهم هنا، هذا الناس اللي راهم هنا. كون عرس والله ما يجوا كاع، إما نكون 30 إما نكون 15 إما نكون 8 إما نكون، ولكن الوعدة والله لا يسمح في صوالحه ويجي للوعدة لأجل الخير. الملعب فيه 100 نقطة، 50 للعود 50 للمتفرج. مول العود لو كان يجي وما يسيبش اللي يتفرج ما يلعبش، والمتفرج لو كان يجي وما يسيبش العود ما يقعدش. وعلى هذا أصحاب الخيل هذو يليق لهم يتخذوا القدوة. أكبر فارس وأول فارس جزائري وهو الأمير عبد القادر الجزائري، طالب عالم فارس. الفرسان يليق لهم يدوا هذه العبرة. ما معنى الأمير عبد القادر؟ هو فارس، الفارس الله يبارك بكلاحه وبعوده، والعود مادام ما يجري مادام يعيط لربي شي يقول له؟ يقول له احفظني واحفظ مولاي، ولا يقول له المشايخ استرني واستر مولاي. هذا العود راه يدعي لك يا ربي، هذا العود راه معرفك بالرجاله، هذا العود راك تسوى عليه العرض، هذا العود راك مفرح به باباك، باباك قاعد ويتفرج فيك. اغتنم الفرصه مادام باباك يتفرج فيك، يجي النهار اللي تلعب وما تسيبش اللي يتفرج فيك. يجي النهار اللي تلعب والله ما تسيب اللي يتفرج، وتلعب مليح ولا ماشي مليح وما تعجبكش. اليوم راه باباك راه فرحان بيك، راه يعطيك باه تكرم الغياط، راه يعطيك باه تخلص القهوه، راه يعطيك باه تزور، وراه فرحان بيك. ما تخيبوش والديكم، ما تخيبوش والديكم. اللي عنده باباه يغتنم الفرصه، اللي عنده ميمته يغتنم الفرصه. يقولوا المشايخ وراهم معنا المشايخ، اللي عنده والديه عنده بيستو معربي، اللي عنده والديه عنده بيستو معربي. يقول لهم لا عنده بيستو معربي هذا اللي عنده والديه. يقول لك الوالدين الصباح من ينوضوا
ويصلوا الفجر يقول له يا ربي الجنان، اللي عندك بابك وامك مش حاسب، يا ربي الجنان. يقول لما دير حيه يتجاوز لك سيدي ربي. علاه يتجاوز لك؟ بابك وامك راهم محاولين عليك سيدي ربي، كيما من يحاولوا شاف دايره، كيما من يحاولوا رئيس البلديه، كيما من يحاولوا عليك واحد صديق، كيما من يحاولوا عليك واحد يسالك الدين ويروحوا له ويقولوا له ولدي الله غالب ما عندوش. وسع عليه وربي يوسع عليك. الوالدين جنة الدنيا والفوز بها في الآخرة. يلي عندك أمك من توصيك على حية تقول لها ما عنديش، من توصيك مرتك الساشية تعمر والزوجة في النص. ومن تروح تدي العرس ولا تروح حية تركب أمك مرة ومرتك معك قدام. مرتك دايرة اللي ماشي، دايرة اللي لونتي، لابسة البدعية بلا جلابة. أمك مسكينة مجلدة، اللي جابوها لباباك كانت خير من ديك اللي رايح ذاك. الجلود هذوك اللي تجلدتهم منك من السهرات نتاعك، من الغبينة نتاعك، من التخميم نتاعك. روح انت تتعشى في ريستوران، أكبر ريستوران، هي والله ما ترقد غير لا دخلت. انت راك تتعشى وراك دايرها ب 16، هي والله ما ترقد غير لا دخلت. علاه؟ الوالدين من يضيع الولد يتوشوا في الكبده. بويك وامك اذا ربي قدر عرش عليك حياه يتوشى في الكبده، ما دامو قاعد امك ولا بويك ويخمم عليك، ما دامو خايف على روحه، ما دام يقول كون ولدي كيفاه، كون ولدي كيفاه. انسان يحافظ على والديه ويغتنم الفرصه ويقول لهم ادعوا لي ربي. وانت مين راك تجيب لبابك وامك؟ راك تجيب له من رزقه، من رزقه تجيب له. ولكن من يقول لك تربح والله الا ربحت، من يقول لك تغنى والله الا غنيت، من يقول لك تشفى والله الا شافيت، من يقول لك في السوق البايع تشفى والله الا سويت. ورانا نشوفوا في اصحاب دعوه الخير، رانا نشوفوا في اصحاب دعوه الخير كي راه صار لهم. مولا دعوه الخير في السوق البايع يسوى، دعوه الخير هي اللي تشبب الانسان، دعوه الشر الله تلطف منها. من اغتب حد ما يقولوا علاه يعوذ بالله من ذيك صعب. ما تشقى ما تسلى ولد البطاش ما تروح ليه في الراس ملك. ولد البطاش شيك من داس من تجي داخل الواد سلام تبايعه من الطريق ما تروحلاش، راه في الوعر وراه في الجبل. الوالدين إلا عطاوك الوالدين دعوة الخير، دعوة الوالدين فيها ثلث صوالح، فيها ثلث صوالح. يا اللي راه عندك دعوة الخير تاع الوالدين، تذل الرقاب وتهون الصعاب وتفتح الأبواب. اللي عاطينا والدي دعوة الخير كونوا البيبان صعب على الناس، ولكن من يوصل هو كاع ما كاش اللي يقول له لا. تكون حاجة واعرة من يوصل هو ما كاش اللي يقولوا لا. راهم معنا قلنا رجال لا باس بهم، لو كان نبداو نسموا فيهم منا للفجر والله ما نكملوا. ناس لا باس بهم، ربي يكرمهم برزق وراهم عارفين قيمة هذاك الرزق وراهم يصدقوا. علاه راهم يصدقوا؟ علاه يحبوا المشايخ؟ علاه يحبوا الطلبة؟ علاه يزوروا الطلبة؟ راهم غالطين هذو؟ والله ما راهم غالطين. والله الجيب اللي ينفق ما يخوى، الجيب اللي ينفق والله ما يخوى. وهذو علاه راهم ينفقوا؟ علاه؟ هذو راهم غالبين النفس، وهذو راهم عايشين في التواضع. مولا عقال الجيلاني باه الحق الولايه، الشيخ مولا عقال الجيلاني باه الحق الولايه، حقها من باب التواضع، الحقها من باب التواضع. وهما راهم متواضعين لخاطر المال يا جماعه خلق الانسان في الكبده. باه تقلعه وتعطيه الواحد والله ما سهله، باه تقلع الدراهم من جيبك وتعطيهم الواحد والله ما سهله. ولكن الكرم هذا ربي يزرعه في عباده. إذا ما تكونش كريم والله ما تطيق تجي كريم، وإلا تكون كريم والله ما تطيق تجي بخيل. واحد المرأة عجوزة عندها 2 أولاد عندهم رزق عظيم، واحد تاجر وواحد قاعد في الدار. هذاك التاجر كل يوم يسوقوا للأسواق هو وأصحابه، اللي يجوا من جهته يدير لهم ليلة كي من يتعرفوا من ليالي الملاح. حتى طلع له هذاك اللي قاعد في الدار وقال له ماما احنا بنقسموا. يا وليدي قالت له انت لا تقسم، اش راك دير؟ انت راك لي قاعد، خوك هو يخدم، خوك هو يجيب، وراه عندكم رزق عظيم. قال لها لا نقسموا. قالت له صح قسموا. خوه هذاك الكريم قال له والله ما نقعد في الرزق اللي تعبنا عليه، وخلاها لنا بابانا يقسم خويا، يدي اللي بغا ويخلي لي اللي بغا. كان الحاكم هاك،
هو قعد في الكرم نتاعه، خوه قال والله الا درت كيما هو، قعد يدير كيما هو، عيطت لامه ولدي، قالت له شاك دير؟ قال لها انا برزقي كيما هو، كيف هو يتكرم وانا ما نتكرمش؟ قالت له ما تطيش، قالت له انت نهار اللي كنت نعطيك القرعه تكملها وتبدا تبكي، هو يخلي فيها شويه، صباح من النوض سيب مالك من الملائكه رضعها. نهار اللي كنتو صغار وترضعوا في صدري، هو مين تبقى شويه يوخر، وانت مين تكملها تعظني. انت قالت له بخيل من صغرك، والله ما طيق تجي كريمه ولدي، تكمل رزقك والله ما تلحق، والله ما تلحقك. كرم هذا يبشروا الناس الكرماء اللي راهم معنا، كل واحد يعرف له ما دامك كريم وربي كريم وربي يحب الكريم، والجيب اللي ينفق اللهم يا اخوه، من كان في عون اخيه كان الله في عونه. ما دامكم فرحين الطلبه، فرحين المشايخ، فرحين الناس، والله ربي لا فرحكم. كيف اللي يفرح واحد ربي ما يفرحش؟ حاشا حاشا الى سيدي ربي ما يفرحش، حاشا الى سيدي ربي. ورانا فرحانين بزاف، وراهم معنا عيطه حكومه هنايا، والحمد لله يا ربي بلادنا راهي هانيه، راهم معنا عيطه حكومه، والله لا راهم قاعدين مليح. عندك الشهوه لا حاجه هذه تاع الدوله، من بداو المصورين يصوروا فيهم قالوا لهم الا بغيتوا ربي ما تصوروناش، احنا خوتكم ورانا معاكم، والله لا راهم قاعدين مليح. احنا ما بيناش فرق منا ومليح، ولكن انا كنت جيت عندي غير نص نجمه نقعد ليه في السطل، ماشي نقعد غادي. هما مساكين شوف راهم قاعدين غادي، والحمد لله بلادنا راهي هانيه، رانا الحاكم مع المحكوم، رانا الغني مع الفقير، رانا القاري مع اللي ماشي قاري، رانا الفاهم مع اللي ماشي فاهم، وراه معانا رئيس بلديه، راك عارف مين راه جاي؟ حق قائد فرقه، حاج محمد، قائد فرقه، قائد فرقه، وراك عارف مين راه جاي؟ راه جاي من بعيد، والحمد لله يا ربي. حكومتنا يبغوا رجال الله صالحين ويبغوا الصالحين، والحمد لله احنا رانا صالحين وراهم معنا الصالحين، وربي خبى ثلاثه في ثلاثه وليه في خلقه، وبلادنا راهي مليحه، ورانا عايشين ورانا لاباس ورانا هانين، الله يجعل ربي خلينا هانين. ولكن انا راني بين طب الجماعه من سيدي بذهيبه سيدي بذهيبه، نكون مرفح وندير لي كيما هذا ماني باغي، هذا ماني باغي، والله حيه ماني باغيها. من سيدي بذهيبه سيدي بذهيبه من يلحق الوقت كون نحكي لكم واحد الحيه، خليها ربي، خليها ربي، وربي يعرف ان شاء الله مول الزرع. صح الطلبه غادي يفتحوا، الشيخ كلف واحد من الطلبه يفتح، وجماعه الا طلت عليكم سمحوا لي، انني فرحان بكم بزاف، انني حاسب روحي هدرت غير دقيقه، راني فرحان بكم بزاف وعندي ما نقول، ولكن الطلبه هما اللي يدعوا ربي. والحبيب ولا اله الا الله اذكره وتعطى مناك يا محمد حبيب الله هو الاصل في السماوات لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله هو الروح الاكبر به كل يفخر العرش يستنير من انوار محمد لا اله الا الله لا اله هو اصل القبضة وازدياد الفائضة على اهل الملة رجال وما سند
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله الله أنت الله يا فتاه ويا فالق الإصباح أبلغنا سر المتام من أسرار محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد وبالله سمع يقظتي أيام نمي من يصادق إكرامي ويرضى عنهم محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله صلي عنه يا فتاه هو الأصل في النجاة يا من تورد الجلال بباب محمد لا إله إلا الله يا من تورد النجاة وفيوض البشرات صدق في عين سويعات تكتب بذا العذاب لا إله إلا الله 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 هو الحي الدائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هو الحي هو أصل القبضة والديات الفائزات على أهل الملة رجال هذا سند لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله وتأيتموني من بديع جمالكم ولم أدري ببحري الهوى أين موضعي لا إله لا الله لا إله وأوصيتموني إلى ما يبوء بسركم فباح بما أخفي تبايض أدموعي لا إله إلا الله لا إله وتبكي عيني وهم بسوادها ويشكن وقلبي
فاقني نومي وحرمت مرجعي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل شوقا عنهم وهم معي لا إله قلت أحبتي جفوني وقالوا أنت في الحب مدعي لا إله وعندي شهود للصحابة والأسرى يزكون دعوايا إذا كنت أدعي لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت الميت من الحي ذلكم الله فأنا توفك فالق الصباح وجاعل والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير عزيز عليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتتبعها في ظلمات البر والبحر الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس حيث مستقر ومستودع قد فسرنا الآية قوم يفقهون وهو الذي أنزل السماء أخرجنا به نبأ كل أخرجنا منها نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابهين انظر إلى هذا معنى لكم الآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. هذا يوم ميمون مبارك، يوم في يعني حضور هذه الوجوه النيرة عند خونا الحاج قاضي الحاج تواتي ولد الحاج يعني الشارف رحمة الله عليه، جمعونا في هذا اليوم وفي هذا الشهر، شهر الأنوار، شهر سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والمناسبة كما تعلمون المعروف أو الوعدة والطعم كل واحد كيسميه على سيدي بدهيبة والي من أولياء الله الصالحين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فنقول لضيوفنا نيابة عن الحاج قاضي والعائلة تاع أولاد عزاز على كل حال، نقول لضيوفنا حللتم أهلا ونزلتم سهلا
وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة غرفا ومنزلا، مرحبا بكم ثم مرحبا بكم ثم مرحبا بكم. على كل حال قرأ أهل الله يعني شيئا من القرآن، ثم أتحفنا الشيخ سنابيل يعني بمدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعنا يعني ثلة من الأئمة والعلماء. يعني نشوف يعني واحد من الأئمة يقول لنا كلمات بلا ما طاب العشاء. الله ولا من حاج قادم مش عارف العشاء لا طاب ولا ما طابش، مش عارف مازال من حاج قادم مازال. خلاص على كل حال واحد يقول لنا تاع 5 دقائق ولا 10 دقائق، مانيش عارف كاع وين نحطوها. المشكله في الائمه انهم يحطوا لسانهم مش عارف كاع وين. ايا يعني سي محمد ولا سي منصور؟ سي منصور لا سي منصور يعني تقول لنا لا ان شاء الله تقول لنا كلمات يعني 5 دقائق ولا 10 دقائق ولا تربح ان شاء الله، تربح ان شاء الله. هو قال الاخر الشيخ سي منصور عندك الحياه، قلنا كلمه تربح ان شاء الله. انت ما بغيناش نتعبوه نسحقوه. الشيخ سي منصور الشيخ محمد تربح ان شاء الله، قلنا كلمه. الشيخ سي منصور ما بغاش بابا انا بحسب بغيت نرفد عليك يا سعد، ما بغاش اعطيك كرسي للشيخ سي محمد. على كل حال الشيخ سي محمد بوحفص على كل حال يقول لنا كلمات. الائمه يعني من يشوفوا بعضهم بعض يعني ربما كل واحد يعني يخاف ولا مش عارف انا الشيء اللي فيه، ولا تسليم على كل حال يا شي السبقات تسليم يا تسليم يا سمحونا على كل حال يا من باب التواضع. الله يفتح عليك، الله ينورك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم أن نلقى الله سبحانه عز وجل. وبعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الجمع الحضور، بادئ بدء أحييكم بتحية من عند الله مباركة طيبة. قال ربنا سبحانه عز وجل: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا وقبل كل شيء أستسمح المشايخ والأئمة والمحبين جميعا، كما جاء في الأثر: كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الخامسة فتهلك. كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك. فندعو الله سبحانه عز وجل أن يوفقنا في هذه الدقائق المباركة. وكما قال شيخنا الشيخ سيدي الأخضر إمام هذه المنطقة، تكلم عن هذا الولي الصالح، وكما جاء في الحديث: إن الله لن يتخذ وليا جاهلا وإذا اتخذه علمه. فهذا الولي الصالح سيدي مذهبة وغيره من أولياء الله الصالحين كانوا علماء وكانوا فقهاء، وكانت لهم المعرفة الكاملة بربهم سبحانه عز وجل، كما جاء في القرآن الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولكن الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا
وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم البشرى، الأولياء كما قيل تظهر كرامتهم في حياتهم وبعد مماتهم. أيها الإخوة الكرام، يحضرني في هذا المجلس المبارك حديث من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواه الصحابي الجليل سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، اسمه الحقيقة عبد الرحمن بن صخر، وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أو دخل في الإسلام في السنة 7 للهجرة، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 5,000 حديث، الله أعلم 5,374 حديث رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم. شحال عاش مع النبي؟ 3 سنين ونص ولا 4 سنين. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. من هذه 7: ورجل تصدق بصدقة، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رجل تصدق بصدقة، هذا الحاج قاضي وخوته والحاج شارف والسحمدية كامل ولاد عزاز كامل جمعونا في هذه الليلة المباركة بمناسبة هذا الولي الصالح، ولكن جعلوا هذه الصدقة لله سبحانه عز وجل. قال: ورجل تصدق بصدقة. الصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدفع البلاء، وقيل تزيد في العمر. هذه الصدقة تدفع البلاء وتزيد في العمر. كيف تزيد في العمر؟ كيف أكتب له الإنسان ربي سبحانه عز وجل في بطنه وهو جنين في بطن أمه، كي يلحق 4 أشهر ولا 120 يوم في بطن أمه، يجيه ذاك الملك بكتب رزقه وأجله إلى غير ذلك. أكتب له ربي سبحانه عز وجل يعيش 70 سنة. كيف ربي سبحانه عز وجل يزيد له في العمر؟ يعيش هذيك 70 سنة يعيشها محفوفا بلطف الله سبحانه عز وجل، يعيش كما نقول احنا في النعيم، له الدنيا وله الآخرة. يعيش وليدته ما شاء الله، الأهل تاعو ما شاء الله، المصائب تبعد عليه، البلاء يبعد عليه، باش بالصدقة. وجمع هذه الوجوه النيرة. وعلاش جمعها؟ أجمعها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أجمعها الطلبة وأهل القرآن يقرأوا في القرآن الكريم. واش قال ربي سبحانه عز وجل في سورة فاطر: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، شخصهم هذا الناس يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وهذا بيت من بيوت الله، كما جاء في الحديث: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض تاع ربك راهي طاهرة،
قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. كنا نقرأ في القرآن الكريم ورانا ندرس في القرآن الكريم، وتحفنا الملائكة في هذه الدقائق كما جاء في الحديث القدسي: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. أنا في هذا الملأ، أنا في هذا الجمع. الجماعة رحمة والفرقة عذاب، لا تجتمع أمتي على ضلال. احنا رانا جالسين ولكن يذكرنا الله سبحانه عز وجل في ملأ خير من ملائنا، في جمع خير من جمعنا. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. احنا كنا نقرأ في سورة الفتح: كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. احنا ما كاش اللي راه عارف كاع فينا هنا شحال قرينا من حرف في سورة الفتح، كاش اللي يعلم. والخير الكبير اللي قريناه آية في آخر سورة الفتح جمعت كل الحروف تاع اللغة العربية، كل الحروف، الألف الباء التاء الثاء الجيم حتى الياء، كل الحروف من محمد رسول الله، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار حتى وأجرا عظيما. هذه الآية جمعت كل الحروف، كل الحروف اللي في القرآن الكريم جمعتها هذه الآية. كل حرف يقروه السادات ولا يسمعوه المحبين، حتى هذا المحبين داخلين معنا في الأجر. القارئ والمستمع في الأجر سواء. كل حرف يعطينا عليه ربي حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وزيد هذا الإنسان راه ينفق في ماله. واش قال ربي سبحانه عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. على كل حال أكتفي بهذا القدر. ندعو الله سبحانه عز وجل الذي هو بالإشارة يفهمه. الحاج قاضي العشاء قال خطاب كما قال الشيخ. احنا ندعو ربي سبحانه عز وجل ونقولوا الحاج قاضي وخوته ووليداتهم كامل، ولاد عزاز كيما داروا، السحمدية كامل كيما جمعونا، ونقول الله ربي سبحانه عز وجل يجمعنا من خير الدنيا والآخرة. والله يرحم الآب، الله يرحم الحاج شرف، الله يرحم الوالدين، لا يجعل الحج مبرور والسعي مشكور والذنب مغفور. هذا الصدقة وهذا القرآن إن شاء الله في هذه الليلة يسرى إن شاء الله في أطباق من نور. سادتنا يسمحوا لنا المحبين والله مشيهم ومنطقوا نديروا هذا الجماعة. أنت محبوب والله مشيهم من نص من لمه. الجماعة هذو اللي راهم معاونينا، يا شيخ مزيخين هذا المحبين والجماعة والناس الضياف واللي جو من قريب من بعيد ربي 10 الخطوات. اللي ينفق 1000 يعطيه ربي 10، واللي ينفق 100 يعطيه ربي مليون. الله يجعل ربي يفتح الجميع. اللي عنده مريض ربي يشافيه، واللي عنده صحيح ربي يعافيه، وربي يحفظ بلادنا ويحفظ وطننا واهلنا اللي راهم في غزة وفي لبنان. ربي سبحانه عز وجل ينصرهم نصر المؤزرة. ربي يرحم الشهداء وربي يشافي المرضى. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. راه في 15 سنة استغفر الله يا ربي يعاودنا الدروس الا تاع العياد، ومن ثم ما يعاودش كاع الدرس. ومن يجوا الطلبه ويجوا الضياف يصبروا ايها من الناس، وان شاء الله الله يجعل يعني هذا اللي ان شاء الله. خوفتهم يا ولد. على كل حال يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى ترون أنكم قد كافأتموه.
هو الحقيقة الحاج قاضي كفى ووفى، قال يعني الله سبحانه عز وجل سرح له وقال اللي قالوه، لكن كل واحد عنده اللمسة تاعو. راه معنا يعني على كل حال مجموعة من الأئمة، نقدموا واحد من الأئمة يدعي للأسرة تاع الحاج قاضي والحاج تواتي والأولاد عزاز بصفة عامة، ويدعي كذلك لهذا الجماعة اللي راهم هنا، لأن الصدقة هذه والنظرة هذه يعني الوجوه النيرة هذه والله يعني حاجة يعني عظيمة بزاف. صدقة هذه باش الله سبحانه وتعالى يوفق عبده ويدير صدقة كما هذه حاجة عظيمة بزاف سبحانه عز وجل، وتكون عند الله عز وجل. إن شاء الله ندعو الله عز وجل ونتضرع إليه أن تكون هذه الصدقة صدقة مقبولة. وعلامة القبول تاع هذه الصدقة يعني راهي كما كان يقول الحاج قاضي راهي مخلطة، يعني فيها العلماء الحجاج يعني أولياء الله الصالحين، يعني لا شك أنها تكون مقبولة. إن شاء الله نتقدموا راه معنا واحد الرجل فاضل إمام قديم، الحاج محمد إمام قديم يعني إمام مسجد واد الجمعة، كرس حياته كلها في إمامة الناس، يعني أكثر من ربما قريب 40 سنة هو إمام. وهو الابن تاع الحاج الميلود. هذا الحاج الميلود كان داير طلبة وكان داير زاوية قديمة، يعني قديمة يعني عائلة أبا عن جد كلهم يعني أئمة وكلهم يعني طلبة. وهو كذلك الحاج محمد راه داير زاوية في البيت تاعو يقري فيها القرآن. حنا يعني نقدموه، هو يقول كلمات للحاج قاضي ولا ولاد عزاز، ومن بعد نقدموا إمام ولا زوج على كل. الحاج محمد راه معنا كبير، هو يدعي لنا الله سبحانه عز وجل. حاج محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أيها الحضور الكرام، أيها السادة، أيها الأئمة، أيها المشايخ، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نحن في هذه الجلسة المباركة الطيبة طاهرة، هذه الجلسة التي سماها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم روضة من رياض الجنة، روضة من رياض الجنة، حين قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. نحن في هذه الحلقة المباركة أو الحلقة المباركة يعني نغذي أرواحنا ونزكي أنفسنا ونقوي إيماننا ونرطب ألسنتنا بذكر الله سبحانه وتعالى. والملائكة تحضر معنا، إذا حضرت الملائكة ذهبت الشياطين كما يقال. والشيخ يعني في الدرس السابق قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، كما قال عليه الصلاة والسلام. على كل المناسبة المباركة، مناسبة هذا العرس، هذه البهجة، هذه الفرحة، هذه الكرامة، كرامة سيدي بن هيبة في هذه الليلة المباركة، قد أناب فيها هذه العائلة المضيافة، عائلة الحاج قاضي ومن معه من الإخوة ومن معه من المحبين. على كل حال جمعوا هذه الوجوه النيرة الطيبة، هذه الوجوه المختلفة من كل جهة، فيها كما قال الحاج قاضي كما سبق، فيها على كل حال السادة العلماء، فيها المشايخ، فيها الحجاج، فيها المحبين، فيها المسؤولين، فيها كل خيرات وكل بركات. في راس الحانوت، راس الحانوت فيه كل الأنواع، ولكن كله شفاء،
كل حاجة عندها شفاء وعندها منفعة إن شاء الله. إن شاء الله على كل حال كما سبق وأن ذكر الحديث الشيخ قال يعني من أهدى إليكم هدية فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فادعوا له حتى تظنون أنكم قد كفأتموه. ندعو الله سبحانه وتعالى ونحن إن شاء الله موقنون في هذه الليلة بالإجابة إن شاء الله. اللهم يا ربي هذه العائلة المضيافة، هذه العائلة المباركة، هذه العائلة التي لا زالت تحافظ على هذه السنة وهي من سنن الصالحين، من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حل بالمدينة كما هو معلوم، يعني نشر بيان قال فيه: أبشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. إذن فإطعام الطعام ومفتاح من مفاتيح الجنة. الله يفتح لكم أبواب الجنة، الله يفتح لكم أبواب الخير، الله يبارك فيكم، الله يطيب بيناتكم، الله يخلفكم ما أنفقتم، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. الله يجعل الله تبارك وتعالى هذا الإطعام إن شاء الله اللي قدمته في هذه الليلة للأصدقاء وللأئمة وللمشايخ، راهي الله سبحانه وتعالى يخلفوكم في الدنيا ويخلفوكم في الآخرة. الصدقة كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن تحت ظل صدقته، تحت ظل صدقته في الدنيا والآخرة إن شاء الله. هذه الصدقة إن شاء الله راهي تأمنكم، هذه الصدقة راهي تحصنكم، هذه الصدقة راهي تحفظكم، هذه الصدقة راهي تستركم إن شاء الله، أنتم ووليداتكم إن شاء الله وزوجاتكم إن شاء الله. الله يبارك فيكم إن شاء الله، والله يجعل إن شاء الله سنة يعني حميدة يعني تبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إن شاء الله. أخونا على كل حال بكى وبكانا زادها الله تشريفا وتكريما وتعظيما وطولا في العمر ان شاء الله، والله يجعل منه ان شاء الله كما يقولوا الزرع والزريعه ان شاء الله. الله يجعل ان شاء الله البلد الطيب يخرج نباته باذن ربه. الله يجعل الله تبارك وتعالى الخالف ان شاء الله يكون اكثر مما سبق ان شاء الله. الله يبارك فيه ان شاء الله، والله يفتح عليه يفتح العارفين، والله يجعل بركه الصالحين، بركه سيدي بن هيبه وسيدي عبد الله وسيد العجال وسيد الشارف وكل الصالحين اينما كانوا وحيث وجدوا ان شاء الله. راهم ان شاء الله الارواح تاعهم راهي معنا وبركتهم راهي معنا في هذه الليله ان شاء الله. واللي بغى شي حاجه ان شاء الله ينوي، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ربي ان شاء الله يوفقنا ويوفق الجميع ان شاء الله. وعلى كل حال نخلوا الكلمه لبعض المشايخ. شيخنا فضل. الحمد لله الذي عطر الكون بشذا عرف الأريج المخلصين مسكا وعنبرا وعبيرا، وجعل ذكر المخلصين على ألسنة الناس وردا وآسا وبنفسجا وياسمينا. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد للنبي. سبحانك 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 يا من جعلت في السماء بروجا وجعلت في قلوب أوليائك من الناس بروجا، فبروج السماء معدودة وبروج القلوب مشهودة. شمس النهار تشرق وتغيب وشمس القلوب أبدا أبدا لا تغيب. ثم الصلاة والسلام ما ترنم حاذم يسوق العيس في أرض الحمى. أما بعد أيها المباركون السادة العلماء الأئمة الفضلاء الحلماء الحكماء الحضور الفرسان القادة الحجاج، باسمي وباسم هذه العائلة، عائلة الحاج شارف عزاز من إخوة وأولاد، أقول لكم كما قال الشاعر: لو تعلم الدار من قد زارها لفرحت واستبشرت وأعربت بلسان حالها قائلة: يا أهلا ومرحبا بأهل الجود والكرم. حللتم أهلا ونزلتم سهلا وتبوأتم يوم القيامة مقعد صدق عند ملك مقتدر. اعلموا أحباب رسول الله، اعلموا أحباب رسول الله، يا من حللتم هذه الليلة، ليلة العرس سيدي بن هيبة. الله أكبر، هذه ليلة العرس، وهذه والله كرامة يا جماعة، هذه كرامة من كرامات هذا الولي الله. لولا المحبة تاعكم لهذا الولي ما كان المجيء تاعكم لهذه العائلة.
كان يقول دائما سيدي محمد بنت كوك العالم رضي الله عنه، كان يقول واحد المقولة لا زالت إلى يوم القيامة تكتب بماء الذهب. قال لك كي تكون المحبة والله ما تخلي حبة، وكي ما تكونش المحبة والله ما تكون حبة. هذه المحبة جابتكم يا جماعة لهذا الرجل المبارك الحاج قاضي، والله لا نزكي على الله أحدا. الراجل هذا كي تشوفه الحاج شارف، هذا الراجل كي تشوفه عنده نظرة الحاج شارف، ومات راضي عليه، وكان في حضره وفي سفره دائما. وخوته الحاج تواتي كل عائلة تاع السحامدية، كل عائلة تاع السحامدية والله فيهم الخير يا جماعة الخير يا أحباب رسول الله. شوف كان يقول الرفاعي رضي الله عنه قال لهم والله ما شفت النور شهادة الكسكاسي فوق. هذه الجلسة وهذا الإطعام كما كان يتقدم شيخنا وسيدنا كما قال النبي أطعموا الطعام، هذه واحدة من إطعام الطعام. احنا وراي الحاجة يا جماعة الخير اللي تخلينا مثلا نكروا على أولياء الله. ها السادة قرأوا القرآن، السادة داروا محاضرات، الضياف طعمناهم. رانا عند وليد سيد الحاج بن ذهيبة، هذو وليدات سيد الحاج بن ذهيبة، سيد الشارف الغوث، سيد العجاز، سيدي عبد الله، سيدي الأخضر بن خلوف. وحنا الضياف كيجونا من بعيد، من الشلف، من الجزائر، من غيليزات، تلمسان، سيدي بالعباس، لابد نكرموهم ونضيفوهم. أطعمناهم. بالله عليكم يا جماعة الخير أين الحرام؟ وين العيب؟ واللي يعيب علينا كيف يعيب؟ اسال الله العافيه. والله الجزائر يا جماعه راهي قائمه برجالها، رجالها احياء وامواتا، احياء وامواتا. هي واحد القصه كان يذكرها لنا شيخنا خليفه سيدي محمد بن كبير، وندعو ربي يسامحوا لي. قال لك ثلاثه تاع الناس سمعوا بعد القريه كاين واحد الانسان يقولوا بلي لا ولي الله حي وعنده كرامات. سمعوا مليح يا جماعه الخير، اسمعوا لي بقلوبكم. انتقلوا من ذيك البلاصه لذيك البلاصه بيروحوا عنده، صابوه يصلي المغرب. هذا الشيخ عندما قرأ الفاتحه عنده عقده في لسانه، كما كان يقول الله تعالى على لسان موسى احلل عقده من لساني يفقه قولي. الفاتحه ما بقاش زين في قلوبهم، يكملوا بعضهم مجمعين دوك ثلاثه قالوا هذا اللي يقولوا ولي الله وهذا اللي يقولوا الشيخ. الفاتحه ما عرفش ينطقها. هذيك الليله من تعشاو ورقدوا اصابتهم جنابه اكرمكم الله. حدا الدار تاع الشيخ كاين واحد الواد، الصباح تخلاو من الدار وراحوا دوشوا في ذاك الواد وقلعوا كسوتهم برا. جا السبع ورقد لهم على الكسوه، كيما يجوا يلبسوا ويسيبوا السبع يرجعوا للماء يبردوا. الشيخ الصباح من صلى الفجر قال للجاريه، قال لها وين راهم الضياف؟ قالت له سيدي راهم يدوشوا خايفين من السبع. الشيخ جا عند السبع قبضه من وذنه منا، قالوا ألم أقل لك لا تتعرض لضيوفنا؟ هي لضيوفنا لحن فيها. هذوك اللي في الواشيه قالوا له الشيخ، قالوا له روح سقم من لسانك وخلي السبع ياكلنا. هو عاود رد عليهم، وش قال لهم؟ قال لهم أصلحتم الظاهر اللسان فخفتم الأسد، ونحن أصلحنا الباطن فخاف منا الأسد. الله أكبر. شوف الكرامة ما جاتش لبسة ولا جات الركبة وربما واحد راه عنده نشوف راه هي عند السيارة، ربما راه بعيد علينا راه يقول من تحت أمين. والله لو أقسم على الله لا أبره. والله الجلسة كان يقول سيدنا محمد سيدي محمد قابورة قولوا رحمه الله، الشيخ أصولي ولي الله عالم، كان يقول ما اجتمع قوم فيهم 40 واحد إلا وفيهم ولي الله. شو سي الحاج قاضي بكانا والله ذكر لنا حباب الوالدين، حاج شارف عزاز وحاج عبد الله اللي كانوا هنا في السحامديه وفرس اهل الفروسيه اللي كانوا يجوا من قريب ومن بعيد، وهذو الان وليداتهم الله يبارك ومازالوا يركبوا. هنيئا لكم، اقولها لكم هنيئا لكم. حبكم لاولياء الله الصالحين
والمرء مع من أحب. فلهذا نسأل الله العلي القدير ونرفع كف الضراعة لله الواحد القهار الحنان المنان بأسمائك وصفاتك يا الله يا حي يا قيوم. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه وهذه الوجوه الزينة النيرة العامرة الثامرة المتوضئة وهذه الأطعمة وهذه الأشربة. ربي يرحم يا سيدي الحاج بن ذهيبة إن شاء الله، سيدي الحاج سيدي الشارب الغوط، سيدي الأخضر، سيدي العجاز، سيدي عبد الله، كل أولياء الله، وسيدي الحاج شارب عزاز وداره ووالديه وجدوده إلى منتهى الإسلام. اللهم ارحمهم يا رب، اللهم أنس وحشتهم، اللهم ارحم غربتهم، اللهم تجاوز عن سيئاتهم، اللهم زد في إحسانهم، اللهم نور قبورهم، اللهم شعشع نورهم، اللهم اجعلهم جورة ولد عدنان محمد عليه الصلاة والسلام. حاج قاضي اش نقول لك انت والخاوه الحاج توادي والخاوه كاع كيما كرمتونا الله يكرمكم في نار الجنة، كيما سقيتونا الله يسقيكم بحوض الحبيب محمد، كيما جمعتونا الله يجمعكم في الفردوس الأعلى مع الحاج شارب وجدودكم إن شاء الله. الله يجعل البركة فيكم وفي وليداتكم، الله يخرج منكم الحارث والوارث إن شاء الله. ربي ينوركم في الدنيا والآخرة، الله يعلي علامكم، الله يحلي كلامكم، الله يعلي مقامكم، الله يجعلكم في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الله يشفع فيكم سيدي بن ذهيبة إن شاء الله، الله يشفع فيكم أولياء الله، الله يشفع فيكم الحشاب إن شاء الله. الله يجعل لا شك الليلة راه فرحان، لا شك الليلة والله راه فرحان، والله يفرح هذه الليلة كل ليلة إن شاء الله. سي الحاج قاضي اللي داروا الطعام الله يفتح عليهم، شوفوا النساوات في هذه الحرارة وتعبوا وقربوا نار الدنيا، يا ربي الله يبعدهم على النار يوم القيامة، الله يشافي مرضاهم، الله يرحم موتاهم، الله يجعل الطيب مع زواجهم، ربي يحفظ وليداتهم، السادة اللي جاونا مقرب ومبعيد كل باسمه وجميله واسمه. شوف فيكم الخير والله، نطلب رب العالمين الله يعشر الخطوات ان شاء الله. جبتوا لهذه العائله الخير وتبدوا الخير، ترجعوا سالمين غانمين، الله يربحنا بالمربوح فينا ان شاء الله. والديكم وجدودكم والفروسيين اللي كانوا هنا الله يرحمهم، الله ينعمهم، الله يجعل قبوراتهم الليله روضه من رياض الجنه. اللي عنده وليدات يقراوا الله ينجحهم، اللي عنده وليدات في الغربه ولا في الامن الله يحفظهم، اللي خاصه عماره الدار قولوا الله يعمر داره يا رب، ذكران واياكم ان شاء الله. اللي عنده دين الله يقضيه، اللي عنده خبال الله يفكه، الله يحفظ الجزائر، الله يحفظ رئيسنا، الله يحفظ امننا، الله يحفظ جونا، الله يحفظ بحرنا، الله يحفظ برنا، الله يحفظ حدودنا يا رب، يا رب الله يحفظ حدودنا يا رب، الله يغيثنا يا رب، اللهم غيثنا يا اكرم الاكرمين ان شاء الله بجاه الوجوه الزينه. الله يغيثنا يا رب، غيث القلوب وغيث الحبوب. الله ينصر اخواننا في غزه، الله ينصر اخواننا في لبنان، الله ينصر اخواننا في فلسطين يا اكرم الاكرمين. يا ربي راهم الجياع الله يشبعهم، راهم عطشانين الله يرويهم، راهم عريانين الله يكسيهم، راهم جرحانين الله يداويهم، راهم وحدانين الله يقويهم. يا رب ارحم شهداءهم وتقبلهم في جمله الشهداء. بالمناسبه شيخنا وسيدنا الامام القريه السي الاخضر دائما منور ومنور القريه والقريه منوره به. نطلب رب العالمين الله يزيد من خيره، الله يزيد في علمه، الله يرحم والديه، الله يجعل القريه ان شاء الله راضيه عليه وهو راضي عليهم. اللي يقولوا ان شاء الله نفعل الامه المحمديه ان شاء الله، الله يجعل البركه فيه وفي وليداته. الساده العلماء من شيخنا الفاضل سيدي محمد من دائره وادي الجمعه، شيخنا سي نبيل، شيخنا سيدي محمد، كل العلماء اللي راهم حاضرين معنا. نطلب رب العالمين يسامحوني انا في هذه الليله راني كبائع التمور في بلد التمور، كذاك راه يبيع في التمر في ورقله، انت تدي التمر من المسقال تبيعها في ورقله يتباع لك، راني اصاري اللي كيما هكا. يجعل يسامحوني سيادي، ولكن ندعو الله تعالى وهما يامنوا. هذو سيادنا هذو هما الضوايا تاع الدنيا، هذو هما النور تاع الدنيا، هذو هما مشكات اللي رايه لا اله الا الله محمد رسول الله هنا في الدنيا. الله يزيد من علمهم، الله يزيد في فضلهم، الله ينفع بهم القريب والبعيد، الله يزيد في بركتهم، الله يرحم والديهم، الله يرحم المشايخ،
الله يجعل بركه فيهم ان شاء الله، وربي يحفظ وليداتهم ولا يخرج منهم الحارث والوارث ان شاء الله. سي الحاج قاضي بكيتنا، وانا بالمناسبه دائما بنقول لك واحد النكته اذا تسمح لي، واذا ما تسمعش نقعد. قال لك واحد ما تصورهاش هذه يا سي الحاج. على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد وعلى سلم وجهه يا ناس نائر سيدي مولى البشائر ذكرنا نور البصائر اسمه الهادي محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد وعلى لم يفتح الله العوالم بإمام للمكارم لجميع الرسل خاتم الحبيب مولاي محمد صلى الله يا محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد وعلى آله بحر علم الله أحمد كل من يلقاه يسعد حوضه صفي المبرد للذي هو محمد صلى الله يا محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد وعلى آله وسلم خير خلق الله طه مثل شمس في ضحاها هذه الدنيا نراها في ضياء من محمد صلى الله يا محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد وعلى آله وسلم فضله عما النواحي لظلام الكفر ماحي في السحار والبطاح أشرقت أنوار محمد صلى الله يا محمد صلى الله صلى الله على محمد وعلى آله وسلم البعير يسكن مجال النبي بين الجماعة قال يا مولى الشفاعة كن شفيعي يا محمد صلى الله يا محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد وعلى آله وسلم نادت الهدي غزالة تشتكي تبدي مقالة يا إمام الرسالة كن ضامن يا محمد صلى الله يا محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد وعلى آله وسلم كل ما يزار المقام فالنبي رد السلام يعرف الخلق تماما بشروا زوار محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد وعلى آله وسلم
يسترهم الله العيوب بالحبيب مولاي محمد صلى الله عليه محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. هذه الدنيا كساعة اجعل الأعمال طاعة واشتري خيرا بضاعة ثورة الهدي محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم دائما وابدا على النبي المعظم خير الخلق احمد. اللهم صل وسلم دائما وابدا على النبي المعظم خير الخلق احمد. واهل الله راهم حمدوا يا سماء قولي صغار بلغمناهم لما جعلوا وفنوا عما سواه شغل عمرهم حتى فازوا بلا اله الا الله. اللهم صل وسلم دائما وعلى النبي المعظم خير الخلق احمد. وبها واصل المطلوب كنزهم ذاك المرغوب شهدوا نور المحبوب تجلى لمن رآه خذها شفا للقلوب لا اله الا الله. اللهم صل وسلم دائما وابدا على النبي المعظم خير الخلق اجمل. وتجلى جمال الذات وكذا نور الصفات بمرآة الكائنات إذا شئت أن ترى عليك بخير الكلمات لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم دائما وأبدا على النبي المعظم خير الخلق أحمد. وجودك يا ربي متراجع وليس لي سواك ملجأ عملي علي حجة وذنبي فضلك غطاه وحسمك إلي ملجأ لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم دائما وأبدا على النبي المعظم خير الخلق أحمد. وحبيبي بذكره مرتاح وزماني كله أفراح شفيع البدر الوقامح محمد رسول الله من جاء بذا المفتاح لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم دائما على النبي المعظم خير الخلق أحمد. وذكر الله خير اللذة ولا يحصى فضله لا يحذر سر عظيم فقل لمن ذا ويقدر عن عدو وحصاه
أفضل الأقوال هذا لا إله إلا الله اللهم صل وسلم دائما وأبدا على النبي المعظم خير الخلق أبدا ودعني رب العباد بلغني فوق المراد واكشف لي حجب الأبعاد فإني راجع أراه ودلني الخير الأوراد لا إله إلا الله اللهم صل وسلم دائما وأبدا على النبي المعظم خير الخلق أحمدا وثبت يا ربي حديثي وارحمني بخير الغاية واجعلني كصيد الليث ويحمي من يدخل حماه واجعل مسكني ولبثي لا إله إلا الله اللهم صل وسلم دائما وأبدا على النبي المعظم خير الخلق أحمدا وخفف يا ربي أوساخي إن في أعمالي تراخي واجعل ذنبي في انتساخي واعطي لي قلبي منية الفؤاد الساخي لا إله إلا الله اللهم صل وسلم دائما وأبدا على النبي المعظم خير الخلق أحمدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي المؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتنا ونتبع الرسل ولم تكن أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وإن مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وجهه رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم قالوا الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى
يوم عيد مقررين في السماء سلام بعيدهم بقدر رحمين وتبشر وجوههم النار في يدي الله وكل نفس ما كسبت الله والله لجد مسرور أن أكون بين هذه الوجوه النيرة وهذا العلماء والسادة الأئمة فرسان المنابر، فليسمحوا لي تقدمي هذا. والله أني تعرفت على السنقاطي يوم الجمعة فقط، قال عنا 5 أيام 5 أيام اللي تعرفت عليه في وحدة الملومة. والله لما رأيته أحببته قبل ما نهضر معه شفته أحببته. الساعة جاي من مغنية طريق، والله يا سقاطي كون ما جيت غالي والله نعتذر لك، ولكن من مغنية طريق تفكر سبحان الله أنا حبيته وهو حبني، الظن هذا كي داير. تفكرت واحدة الآية قرآنية فما ظنكم برب العالمين، هذه الآية عظيمة جدا، فما ظنكم برب العالمين. السقاطي والله ربي ما يضيعك، والله وبالله وتالله ربي ما يضيعك. انت يا ربي يعطيك على حساب نيتك وانت فيك الخير، وربي يعطيك الخير باذن الله. تخيل بلي هذه بيني المحبه بيني وبينك، فما بالك برب العالمين سبحانه وتعالى. هذه رساله لكل راه عنده لكل راه عنده بلوى، لكل راه عنده حزن، لكل راه عنده الم. فما ظنكم برب العالمين، احسنوا الظن بالله. هذه حسن الظن بالله. حسن الظن بالله شواله هو دير النيه في ربي، هو شدير دير النية في ربي، وربي يعطيك على حساب النية تاعك. قال لك الشيطان يوم القيامة لما الله عز وجل يريد أن يحاسب الخلق، الشيطان يطلع العنق تاعه. علاه؟ أطمع في رحمة ربي. شتو الأفعال اللي دارها الشيطان كاع؟ العباد نصهم ظللهم كاع، ومع التالي كي شاف ربي يرحم في العبادة تاعه يوم القيامة طلع عنقه. علاه؟ كي قالوا له على طلعت عنقك؟ اطمع في رحمة ربي. وانتم ما تطمعوش في رحمة ربي؟ بسقسيك انتم اللي تصلوا وانتم راكم تحضروا هذه الولايم وتحضروا هذه المناسبات، ربي يضيعكم؟ والله ما تضيعوا. هذا ربي. أول آية بسم الله الرحمن الرحيم. ربي لو شاء لجعلها بسم الله القوي الجبار، لجعلها بسم الله العزيز القهار. أول آية شايلة بسم الله الرحمن الرحيم، معناتها أن الله رحيم، أن الله رحمن رحيم، غادي يرحمنا ربي. دير في بالك. قال لك قال العلماء أسوأ الناس من ظن بأنه سيدخل النار والعياذ بالله. أسوأ الناس هذا، ولكن أحسن الناس من ظن في الله سبحانه وتعالى. وإننا نظن بك خيرا سقاطي. الله يفتح عليك والله يجازيك خير الجزاء. أسأل الله أن يرفع قدرك وأن يعلي مقامك وأن يجزيك خير الجزاء. السادة الأئمة حفظكم الله، بارك الله في أعماركم، جعلكم شعلة تنير هذه الدنيا. أسأل الله العلي العظيم كما يقولون، نسأل الله يعطينا العاقبة زينة، نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله الحسن الخاتمة، نسأل الله أن يغفر الذنوب وأن يستر العيوب وأن يشفي المرضى وأن يعافي الأصحاء وأن يقضي حوائج المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا فالق الحب والنوى لكل من حضر في هذا المجلس اعطه ما نوى يا رب العالمين. أكرمهم جميعا يا ربي، فإنك أنت الكريم سبحانك ربي ما أعظمك. اللهم إنا نسألك أن تحفظ الجزائر وأن تحفظ أمنها وأمانها وجيشها وشعبها ومن فيها، ومن أراد ببلادنا سوء فاجعل كيده في نحره واشغله بنفسه يا رب العالمين. اللهم إننا نحسن الظن بك ونحسن الظن بكرمك. اللهم لنا إخوة في غزة
قد ألموا قلوبنا يا ربي. اللهم اشف صدور المسلمين بالنصر لإخواننا يا ربي. اللهم انصرهم يا ربي. اللهم انصرهم على عدوهم يا ربي. اللهم كما قطعوا عنهم الماء اقطع عنهم الهواء يا ربي. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم جمد الدم في عروقهم يا رب العالمين. اللهم كما قتلوا رجالنا فاقتل رجالهم يا ربي. كما قتلوا نساءنا فاقتل نساءهم يا ربي. كما قتلوا أطفالنا فاقتل أطفالهم يا ربي. وما أنت بظلام للعبيد. سبحانك ربي ما أعظمك. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محمد على الرجاء شفينا محمد سبيك النجاة صلاة تكون لنا الفرجا وتفتح لنا أبواب النجاة يا فاتح قريب المنفرجا. اللهم سلم يلم على المرتجى يا سيدنا محمد على الرجاء شفينا محمد سبيك النجاة صلاة تكون لنا الفرجا وتفتح لنا أبواب النجاة يا فاتح قريب المنفرجا. يا الحمد لله كل ما جاء والشكر له وعلى الرجاء إلى ذاق الحال عليه النجاة وذاكر الله ترى الرجاء الجائله باسم النجاة والعاصم العظم يا مفتاح الحجاة والعاصم العظم يا مفتاح الحجاة والعاصم العظم مفتاح. يا صلوا وسلموا على رسول الله ومن صليت على النبي لا تندم شيء. يا نايم بركاك من عشق الدنيا وهذا الدنيا صادة وما تبغى شيء. يا ما تمت الحد ولا المحمد وما تمت للحبيب زين القريشي. لو كان تمت الآدمة دايما أشكرون عشاء وكل مكشي. وصلى الله على إمام الأنبياء الله وصلى الله على النبي محمد. يا أنا جافيني جلول بوعلا يا سلطان الولياء الله. يا وانا جافيني جلول ما دكشني فعليا والعين مكواهة نومية. يا وكيل عبد القادر والعين مكواهة نومي وعنايتي زهوة خاطر جلول تدخل سبحان من قوى حرمه. يا ولاد جابلة خدمة وعليه لكل غفر. أنا نخدم الجلالي. يا الروح معاكم هاني وعنايتي وانا زايرة لا قبلتوه ولنا ممدوه وبيلنا الهدى وتوه وكيل ربح بالدابر. وقال لها ستي فوتي وانتي للركب قعدتي وانا من عظمي موتي وزحف ما غادي نجبر وتحزن الرد البنات.